ليه بقينا نخاف نثق في بعض؟ وليه أي علاقة بقت محتاجة دليل قبل ما نصدقها؟ في زمن بقى فيه الشك أسرع من الحقيقة، بقت الثقة عملة نادرة. تخيل معايا كده إن أنت ماشي في طريق وفجأة الأرض تحت رجلك بقت مهزوزة، مش ثابتة، كل خطوة بتخاف تاخدها. الإحساس ده بالظبط هو نفس إحساس انعدام الثقة بين الناس. الثقة مش مجرد كلمة بنقولها، دي أساس أي علاقة، سواء صداقة، حب، أو حتى شغل. ولما الثقة بتتكسر العلاقة كلها بتبدأ تتهز. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وده معناه إن الشك الزايد ممكن يبوظ كل حاجة، لأنك بتبدأ تشوف اللي قدامك بشكل غلط. المشكلة إن انعدام الثقة مش بيجي فجأة، لأ، ده بيبدأ بحاجات صغيرة، كلمة اتقالت واتفهمت غلط، موقف اتفسر بشكل سيء، أو حتى تجربة قديمة خلت الواحد يخاف يثق تاني في حد. وفي حديث شريف النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني الثقة مرتبطة بالصدق والأمانة، ولو دول راحوا الثقة بتروح معاهم. بس خليني أقول لك حاجة مهمة: مش كل الناس هتخوفك، ومش كل تجربة وحشة معناها إن الدنيا كلها وحشة. الحكمة بتقول: من فقد الثقة بالناس فقد القدرة على العيش بينهم، لأنك ببساطة هتعيش طول الوقت خايف، شاكك، ومش مرتاح. طيب الحل إيه؟ أول حاجة، أفصل بين الماضي والحاضر. مش معنى إن حد خذلك قبل كده يبقى كل الناس زيه. تاني حاجة، اتكلم، ما تكتمش جواك، في كتير من المشاكل سببها سوء النية. تالت حاجة، ابني الثقة بالتدريج. مش لازم تثق في حد 100% من أول يوم، خليها خطوة بخطوة. وأهم حاجة، خليك أنت شخص يستحق الثقة، لأنك لما تكون صادق وواضح أمين هتلاقي الناس اللي شبهك بتقرب منك. وفي الآخر، العلاقات دي زي الإزاز، لما بتتكسر ممكن تتصلح، بس عمرها ما بترجع زي الأول 100%. فحافظ على الثقة دي، ولو اتكسرت حاول تصلحها، ولو ما ينفعش اتعلم الدرس وكمل حياتك، لأن الحياة أقصر من إنك تعيشها كلها شك وخوف. خليك إنسان يثق ويثق فيه.